فيديو بعنوان انتوا اللي بتساعدونا. كلمة لجمهور الزمالك والنادي الزمالك والناس اللي هي شايفة انها مظلومة وحاسة بالمظلومية. ليه الاهلي متفوق كده؟ لما تفرط في لعيبتك اللي كانت بتكسبك، سواء فرجاني ساسي لما بعته ما جبتلوش بديل، اشرف بن شرقي لما بعته ما جبتلوش بديل، امام عاشور لما بعته ما جبتلوش بديل، مصطفى محمد لما بعته ما جبتلوش بديل. لما بتفضي الفرقة وما بتجيبش بديل وانا محافظ على كياني، يبقى ايه؟ يبقى مين اللي بيساعدني؟ انت اللي بتساعدني ان انا اتفوق عليك ولا لا؟ لما ابقى مش موجود في الدوري لمده لا تقل عن اسبوعين، وانت تلعب لك 4 5 ماتشات تقعد تتغلب وتتعادل وانا مش موجود، يبقى انت اللي بتساعدني ان انا اخد الدوري واتفوق عليك ولا لا؟ لما تطلع في قناه الزمالك تطلع كلها سايبه احوال نادي الزمالك وازاي نحل نادي الزمالك وازاي نطور نادي الزمالك، وماسكه في الاهلي وده والاعلام بتاعه ومش عارف ايه والتريقه على الاهلي والمظلوميه، يبقى انت اللي بتساعدني ان انا اتفوق عليك ولا لا؟ لما رئيس ناديك سايب النادي وعمال بس يعمل في مرافق وحاجات وانتوا فرحانين، وسايب فرقه الكوره وعمال داخل في صراعات هنا وهنا 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 ويشتم ده ويشتم ده، وفي الاخر تقولوا عليه الاسد، وفي الاخر سايب فريق الكوره يقع، يبقى انتوا اللي بتساعدونا ان احنا نتفوق عليكم ولا لا؟ اسال نفسك قبل ما تسالني الاول، انتوا اللي بتساعدونا. النهارده الفيديو ده بعنوان انتوا اللي بتساعدونا. لما تخرج من بطوله افريقيا حصلت مجموعات المركز الرابع في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، يبقى انت اللي بتساعدني. انت اللي بتساعدني ان انا اتفوق عليك في افريقيا، انت اللي بتساعدني ان انا اتفوق عليك في الدوري، انت اللي بتساعدني ان انا اتفوق عليك في الكاس، انت اللي بتساعدني ان انا دايما ابقى متفوق عليك، انت اللي بتساعدني. لما تفضي لعيبتك، احنا كنا بنترعب من بن شرقي ومن ساسي، لما تسيب بن شرقي وتسيب ساسي وما تجيبش وتبيعهم وما تجيبش بديل، مصطفى محمد هداف الدوري لما تبيعه ما تجيبلوش بديل، امام عاشور المدفعجي المكوك اللي بعته ما جبتش بديل، راح تجيب لي عمرو السيسي وراح تجيب لي مش عارف مين وراح تجيب لي مين، اسماء واشرف رؤى، اسماء ما تشيلش فرقه نادي الزمالك، وفي الاخر رايح تعترض وتقول المظلوميه والمؤامره وجو المؤامره وجو مش عارف ايه والتحكيم. سبت ده كله واختصرت الاهلي في التحكيم والمجاملات. انت اللي بتساعدني ان انا اتفوق عليك. انا اتفوقت عليك في الدوري ده وانا مش احسن حاجه، وباخد افريقيا وبوصل، ولو ما خدتهاش بوصل النهائي وانا مش احسن حاجه، يعني ما ببقاش احسن فرقه ولا اقوى فرقه، ولكن انت اللي بتساعدني. زي كده فرقه كده بتساعد الاهلي، طبعا هو بيكمل مجهوده بعديها بس بتساعد. دلوقتي لما الهلال ضيع ضربه جزاء قدام سان داونز، هو ساعد الاهلي بس الاهلي كمل بمجهوده. الناس كلها بتساعدنا، احنا مالناش ذنب، ما هو الرك على ان انا لما اقع اعرف اقوم. انت الزمالك بتقع ما بتعرفش تقوم. ليه؟ عشان مش عايز تتخلص من المظلوميه، من موضوع المظلوميه بس. انت اللي بتساعدني، انت اللي بتساعدني اتفوق عليك في الدوري، انت اللي بتساعدني اتفوق عليك في الكاس، انت اللي بتساعدني اتفوق عليك في افريقيا. باللي بتعمله ده بتفضي الفرقه ما بتجيبش بديل، مش عارف ايه، خناقات، صراعات، مش عارف ايه ده، مش عارف ايه حكم. كفايه عندكم خالد الغندور وعمرو الدرديري، وقناه الزمالك دي مسرح مصر. انت اللي بتساعدني. سلام.